بني صهيون كما راكم شفتوا الاحرار او كما يقولوا اللي رفضوا الغبره على رواحتهم راهم خرجوا ما رضاوش بهذا الشيء هذا. كاينين في كل مكان تلقى كما يقولوا الزيت وتلقى القبيح. كاينين اللي ما رضاوش وما بغاوش كما يقولوا يرضاو باللي راه يديره المخزن المنبطح اللي سلم الخيرات تاع البلاد كما يقولوا كاع البني صهيون. ما رضاوش خرجوا هذه الايامات هذو وراكم شفتوا المخزن واش دار فيهم. راه قتل راه السن راه كما يقولوا يلصق لهم التهم غير هكاك في وسعهم كما يقولوا يلصق لهم التهم. اما لا نعاود نقولها الحق يؤخذ ولا يعطى وما تولوش الرول مهما يكون. لازم المواصله على استرداد كامل الحقوق تاعكم والهيبه تاعكم. نزيد نقولها والكرامه تاعكم هي الاساس. سمعتوا المخزن ما عنده حتى كرامه وما عنده حتى حاجه اللي يحشم عليها. راه كلشي مدعي لبني صهيون وباش تشوفوا بلي راهي كما يقولوا استفاقه ولو انها متاخره قال تجي خير من اللي ما تجيش كاع. هذه الحاجه الاولى. ولو انها كاين غير ناس قليلين اللي راهم خارجين حنا نزيدوا ناجروهم والبان راه يبان كما يقولوا. والنتائج تاعه الحاجه الاولى راهي المدرجات خاليه على عروشها. بغاو ينظموا كاس افريقيا على حساب كرامه المغربي او كما يقولوا على حساب المعيشه نتاع الشعب المغربي. اما لا راهم يفيقوا هاد الايامات هادو حنا نزيدوا ناجروهم هاد المواطنين هادو اللي ما رضاوش بهذا الشيء هذا. حتى الملاعب تاعهم راهي خاليه حتى والو. نفرض جدلا على حاجه انا من النهار الاول راني نقول ما نظنش الا غادي تصرا هذه كاس افريقيا حتى ولو كان صرات عرفوا باللي المدرجات غادي يكونوا خاليه على عروشها. يعني تنظيم ودوره فاشله ماشي 100% 1000%. هذا هو اللي يروح يتبع بني صهيون وينبطح لهم ويرضيهم. تحيه كبيره لكل حر ما رضاش وما قبلش بهذا الشيء هذا اللي راه دايره المخزن المنبطح المتصهين.